ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا رب وبسعاده يا رب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى نعمل الحواوشي الاسكندراني، وهقول لكم بقى على سر العجينه. وطبعا ما شاء الله الست ارغفه اللي انتوا شايفينهم دول بنص كيلو من الدقيق، زي ما انتوا بقى شايفين كده. بجد يعني شكله وطعمه يعني والله العظيم عجب العيال قوي، وجوزي قالوا لي والله بجد حواوشي بجد جبار، بجد تسلم ايديكي بجد بجد. قالوا لي ايه الجمال والحلاوه دي، احنا بجد اول مره ناكل الحواوشي بالجمال ده. بجد قالوا لي مش هنشتريه من بره تاني من كتر حلاوته وجماله. قالوا لي بعد كده اعملوه لنا في البيت. وعملت جنبه كده شيبسي كده مكرمل زي ما انتوا بقى شايفين كده. بجد سهل وبس خالص، والعجينه ما فيهاش اي يعني حاجه كده افتكاسات ولا حاجه صعبه ولا حاجه غريبه. جبت كده نص كيلو من الدقيق. النص كيلو ده لو عندك دقيق وعايزه تعبري هتعبري 3 مجات ونص من الموجودين في كل بيت. زي ما انت شايفه كده فاضي النص كيلو دقيق. وطبعا مكونين موجودين في كل بيت اكيد، مش يعني مفيش بيت مفهوش المكونين دول. نص معلقه صغيره من السكر ونص معلقه صغيره من الملح، وعجن بالميه بس كده. عجينه يعني اسهل منها مفيش، بسيطه بس حلوه. طبعا يعني يا جماعه، الحواوشي الاسكندراني على اصوله ما بيتحطلوش خميره. ده الحواوشي الاسكندراني على اصوله ما بيتحطلوش خميره، بيتعجن كده من غير خميره. والحواوشي بجد يعني جربوه عن تجربة، بجد كان جنان. الولاد والله كلوه من كتر حلاوته ما بقاش منه. الست أرغفة حواوشي، يعني احنا 4 أفراد من الأسرة شبعونا بصراحة ربنا وكلنا وشبعنا. كنت كمان محمرة جنبه بطاطس شيبسي زي ما انتوا شفتوها كده، وايه كاتشب بقى ومخلل بتاعك بقى القمر ده. وايه كده كانت أكلة بصراحة ربنا كانت جميلة جدا وعجبت العيال قوي. زي ما انتوا بقى شايفين كده. بس خلطة الحواوشي ما عملتهاش معاكم في الفيديو، بس ان شاء الله المرة الجاية هعملها معاكم، لاني طبعا ده كان جوزي كده جايب لي نص كيلو من خلطة الحواوشي ان هو بيعملها عنده في المحل. بس ان شاء الله المرة الجاية هقول لكم بقى على السر. هو طبعا انا عارفة كل الاسرار بتاعت خلطة الحواوشي، هقول لكم بقى عليها وتعملوها ان شاء الله. المرة الجاية هعمل معاكم خلطة الحواوشي، بس انا المرة دي كان كل اللي يهمني اللي انا اعمل معاكم العجينة اللي احنا هنحط فيها خلطة الحواوشي. بجد احلى حواوشي تكليف حياتك الحواوشي الاسكندراني، بجد بيشجع في الاكل وطعمه مش قادره اقولك. طبعا هقولك برضو في نهايه العجن عجنا بقد ايه ميه. طبعا انا اول مره عجنت بكوبايه نزلت بكوبايه كلها، وتاني مره اهو مليت كوبايه وبنزل كده سرسوب بسرسوب بالراحه قوي. ما انزلش بالميه كلها مره واحده عشان العجينه ما تفكش مني واحتاج ازود دقيق. بنزل بسرسوب سرسوب صغير كده لحد ما الاقي خلاص العجينه مبقتش محتاجه معايا، ببتدي بقى اخدم فيها واعجنها كويس كده لمده ايه دقيقتين 3. انا قعدت كده اعجن فيها لمده 3 دقايق وفصلت الفيديو عشان ما اطولش يعني عليكم. طبعا العجينه خدت معايا ميه قد ايه؟ خدت معايا كوبايه ونص من الميه. زي ما انتوا بقى شايفين كده عجنتها، ما خدتش معايا وقت طويل لان هي عجينه صغيره يعني. زي ما انتوا بقى شايفين سهله وبسيطه قمر كده زيكم. اغسل بقى ايديا وارجع لكم تاني نشكلها مع بعض. طبعا هي خدت كوبايه ونص من الميه. زي ما انتوا بقى شايفين كده بقى نص كوبايه من الكوبايه التانية احنا خدناها. تعالوا بقى نقسمها كده بايدينا او بالسكينه اللي انتي حباه. احنا هنقسمها على 6. نص كيلو دي هيتقسم على 6 حلوين قوي، يعني هيديكي ما شاء الله رغيف كويس. زي ما انت بقى شايفه كده عجينه سهله وبسيطه خالص وما فيهاش اي حاجه معقده يعني. يعني قبل الفطار كده يعني بساعه كده عجنتها وما خدتش معايا اي وقت، يعني ريحتها بس نص ساعه بس، وجيت على الساعه 5 كده ابتديت ايه احشيها. بصراحه ما خدتش في حاجه يعني، ولا في التسويه ولا في الحشو بتاعها. زي ما انتوا بقى شايفين قسمتها كده على 6. وهمسكها بقى اكورها كده بشكل جميل. زي ما انتوا بقى شايفين كده. بصوا بمسك بقى يعني بدخل واتني لجوه بدخل واتني لجوه لحد ما تتحول معايا كوره ملسه وحلوه. زي ما انتوا بقى شايفين كده سهله وبسيطه خالص، بس نتيجتها بجد مش قادره اقول لكم طعمها يعني جبار جدا. بجد لازم تجربوها هتعجبكم قوي. طبعا طبعا ما تنسوش تعليقاتكم الحلوه دايما بتساعدني، لايك وشير. اوعوا تنسوا تشتركوا في القناه و... وطبعا تعليقاتكم الحلوه دايما بتساعدني. اوعوا تنسوا الاشتراك في القناه يا امارات يا حلوين، واللايك كده والاشتراك في القناه وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا. زي ما انتوا بقى شايفين كده انا يعني مسكت العجينه كورتها كلها بنفس الشكل كده. زي ما انتوا شايفين سهله جدا، ونحتاج بس شويه زيت كده على ايدي كده حبه كده حلوين. وهعجن كميه العجين كلها زي ما انتوا بقى شايفين من فوق ومن تحت، هدينها من فوق ومن تحت بحس كده ما تلزقش مني، عشان لما اجي اشتغل فيها تبقى كده ايه ما تبقاش ملزقه خالص، تبقى ناعمه كده وسهله. بصوا بقى يبقى هنا من تحت ومن فوق، هعجن كل كميه العجين بنفس الطريقه. واغطيها بس بكيس نايلون كده لمده ايه نص ساعه، بحس لما اجي افردها تتفرد معايا بسهوله وما تبقاش العجينه يعني متعصبه.
زي ما انتم شايفين ده كيس نايلون، يعني انا فتحته بالمقص كده وحطيته عليها، واسيبها بقى لمده نص ساعه بس ترتاح. وبعد نص ساعه هقول لكم هنعمل فيها ايه. بعد نص ساعه زي ما انتم شايفين سبتها ارتاحت نص ساعه، تعالوا بقى نشتغل فيها. جبت كده اي طبقه عندك كده او اي صينيه يعني افردي عليها، وافرد كده بس من النص، ما ادوسش قوي يعني، في النص حاول اسيب تخن شويه. على الحرف افردي براحتك، بس في النص ما تفرديش قوي، افردي حاولي على قد ما تقدري افردي من الحرف اكتر، الاطراف سيبي النص ايه يكون تخين شويه. واخد كده كمان من اللحمه اللي هي بتاعه الحواوشي. طبعا هقول لكم ان شاء الله المره الجايه على سر خلطه الحواوشي وازاي بتطلع حلوه قوي بتاعه اللي بره. زي ما انتوا بقى شايفين كده خدت يعني ايه حبه كده، بس بعد كده قسمت يعني اللحمه كرات كده على قد كميه العجين، بحيث ايه دي طبعا جبنه شيدر على جبنه رومي، بجد كانت بتديها طعم رهيب للحواوشي يا جماعه. طبعا زي ما انتوا شايفين حطيت الجبنه، وبعد كده لا بلم بقى العجينه كده على الايه اللحمه والجبنه. زي ما انتوا بقى شايفين بقفلها كويس جدا جدا عشان ما تفكش. زي ما انتوا بقى شايفين سهله وبسيطه خالص، بس بجد النتيجه يعني مش قادره اقول لكم سهله تعمليها بقى، يعني حتى لو انت مالكيش في العجين هتعمليها وهتنجح معاكي، سهله خالص ما فيهاش اي صعوبه خالص. اهم حاجه تلمي وتقفلي كويس، وحاولي ما تشديش وانت بتقفلي عشان ما تقطعيش العجينه، يدوك بس تقفلي بالراحه كده. زي ما انت شايفه كده هنعمل كل الكميه بنفس الطريقه، وبعد كده نرجع نشوف هنسوي ازاي وهنفردها ازاي. طبعا هنبططها مش هنسيبها كده، بس هنبططها عند التسويه على طول عشان ايه نعرف نشيلها ما تبقاش صعبه معانا. بعد ايه ما عملت الكميه كلها بنفس الطريقه، اجيب كده صينيه واحطها على النار، بس كنت في الاول معليه، وبعد كده اهدي بقى النار، ما تكونش عاليه قوي ولا واطيه قوي، نار متوسطه. وكده حطيت حبه زيت كده حلوين عشان تستوي فيها الحواوشي. وايه زي ما انتوا شايفين بقى كده، وهي همسك الصينيه كده افرد فيها الزيت. وتعالوا بقى ايه نفرد بقى الحواوشي معانا ونحطه في قلب الزيت عشان ايه نحمره نسويه معانا. بجد تسويته سهله وبسيط وما فيهوش اي يعني تعقيدات ولا اي حاجه. افردي بقى كده من الاطراف ومن النص، افرديها كويس زي ما انت شايفه كده على قد ايه ما تحسي خلاص يبقى سمكها يعني ايه مش يعني مش سمكها كبير قوي، يعني ايه سمكها يعني كل مده ايه سنتي كده مده سنتي قد يعني حجم سنتي. زي ما انت بقى شايفه كده. زي ما بصي بنشيلها من الطبق كده بالراحه بحرفنه كده، وايه نقوم حاطينها كده في قلب الصينيه ايه مع في الزيت كده وسخن كده. زي ما انت شايفه هنعمل واحده كمان لان انا لقيت الصينيه ما شاء الله كبيره وتاخد اتنين، فقلت عشان انجز يعني واخلص التسويه على طول. فايه مسكت واحده كان فردتها فردت يعني الواحده قد رغيف العيش كده ما بتجيبيه كده، او اصغر شويه. زي ما انت شايفه كده، بس ما تكونش تخينه قوي برضه عشان ما تبقاش فيها عجين كتير وتبقى نيه معاكي، يعني يكون سمكها كده سنتي زي ما انا عاملاها كده. وتقومي برضو حطاها كده في قلب الصينيه وتسيبيها تتشمع بس كده دي يعني دقيقه كده، وقلبيها على الناحيه التانية عشان عايزاها تقب معايا. فهي اتشمعت كده دقيقه، وهقلبها برضو على الناحيه التانية عشان عايزاها تتشمع برضو من الناحيه التانية، وهرجع اقلبها تاني عشان انا نفسي الحواوشي يقب كده يبقى شكله كده قمر يفرح قلبي كده. زي ما انت شايفه كده قمر كده زيك والله. ايه الجمال والحلاوه دي بجد والله يا جماعه، الواحد كان عايز ياكل تاني منه. بجد مش قادره اقول لكم كان تحفه ازاي. وان شاء الله المره الجايه باذن الله هعمل معاكم سر بقى، هقول لكم بقى على خلطه الحواوشي وسرها. زي ما انتوا بقى شايفين كده انا سبتها كده تتشمع برضو دقيقه كده او ثانيه 5 ثواني كده او 10 ثواني، وقلبتها على الناحيه التانية تاني عشان ايه تقب. زي ما انتوا بقى شايفين ما شاء الله الرغيف بصوا قب ازاي، بس بنتي كانت ايه بتصور كانت مقلقه شويه وخايفه. بصوا ما شاء الله كان بيقب بقى ما شاء الله، كان شكله يعني يفرح القلب بجد، كنت مبسوطه قوي من الشكل التحفه ده. بجد كان شكل يعني مش قادره اقول لكم شكله يعني جميل قوي. زي ما انتوا بقى شايفين شكله بسم الله ما شاء الله حاجه كده جميله وحاجه كده نظيفه، وطعمه مش قادره اقول لكم طبعا كان تحفه ازاي. طبعا قولي في التعليقات لو انتوا بتحبوا الحواوشي زي بالكاتشب ولا لا. انا بصراحه بحب الحواوشي بالكاتشب قوي. قولي في الكومنتات ايه رايكم، انتوا بتحبوه بالكاتشب زي ولا لا. بصوا زي ما انتوا شايفين تسويته مظبوطه جدا، ومفيش اي عجين خلاص استوى تماما معايا، واللحمه مستويه والعجينه مستويه، وما شاء الله شكله يعني يفتح النفس، وبجد يعني فظيع فظيع. انا طبعا بعشق حاجه اسمها الكاتشب عشان كده دايما بعمله في البيت بايديا، انا بحب يعني اضمن من اللي بره بكتير. ان شاء الله في مره ابقى اعمله معاكم. باي باي.